ازيكم؟ نحدثكم من سلطانيا من ارض البرتغال. بس في حاجات كتير كانت بالنسبه للاوراق لو انت جاي على اوروبا عموما او جاي على البرتغال، عشان في اشاعات كتير وناس كتير من العملاء عندنا ومن بعض الناس يعني ايه بتقول لك خد الورق ده معاك، وناس تقول لك لا ما تاخدش الورق ده معاك ده هيوقفوك في المطار، وناس عماله تفتي كتير. في ناس قلقانه من الموضوع دوت ان هي تجيب الاوراق الاصليه معاها. اول حاجه لازم تعرفها ايه الاوراق اللي مطلوبه منك وانا هقول لك عليها دلوقتي. الحاجه الثانيه ان انت لازم تبقى فاهم ان مفيش حد هيوقفك في المطار عشان انت معاك اوراق، كان معاك شهاده مؤهل ليك، او ان كان معاك فيش وتشبيه ليك، او كان معاك شهاده ميلاد ليك او لعيالك او لمراتك، مفيش الكلام ده نهائي. ناس كتير معلش احنا هنبعت الورق عن طريق DHL واحنا هنيجي من غير اوراق اصل ممكن يسبب لنا مشكله في المطار ويقولوا لنا لا انتوا جايين بفيزا سياحه، الكلام اللي بيتقال يعني، وهيرجعونا تاني. مفيش الكلام دوت، مفيش الكلام دوت. انت جاي بفيزا السياحه وداخل قانوني لاي دوله في الاتحاد الاوروبي، سواء البرتغال او فرنسا او بلجيكا او المانيا او اي دوله عموما يعني، عشان ما نعدش. لازم تبقى فاهم ان الكلام ده غلط. انت ما تقلقش ان انت معاك اوراق، عادي جدا. انا جاي بفيزا السياحه هدور على دراسه، محتاج ان يكون معايا شهاده المؤهل بتاعي. طيب ايه الاوراق اللي انت هتكون محتاجها اساسا؟ اول ورقه انت هتكون محتاجها، اول ورقه انت هتكون محتاجها اللي هي الفيش والتشبيه مترجم من وزاره الخارجيه. ولو انت جاي على البرتغال لازم تروح سفاره البرتغال في مصر، والحمد لله احنا قلنا الموضوع ده اتحل، مفيش ايميلات، مفيش حجز موعد، بتروح بياخدوا كل يوم 15 واحد في احمد حشمت في الزمالك سفاره البرتغال، والامور بتبقى طيبه معاك، وشغالين من يوم الاحد لحد يوم الاربع، كل يوم بيستقبلوا حوالي 15 واحد، وطلعنا قلنا الكلام دوت. طيب يبقى اول ورقه انت محتاجها، قبل ما اقول لكم ايه الاوراق بس اللي انت محتاجها عموما، عايز بس ابارك للناس اللي جالها مواعيد عن طريق المحكمه، الاستاذ احمد الظريفي من الجزائر، والاستاذ محمد برضو الشلال من مصر، الاستاذه نزهه من الجزائر. في حاجه او اي تاخير احنا ماشيين، احنا شغالين، احنا مش ساكتين، بنطمن كل الناس. المهم خلينا بقى نتكلم في حته ايه، وما تسمعوش لحد يا جماعه، ما تسمعوش لحد. يعني اللي اتعامل معانا واللي اتعامل مع شركه لينس ماجيك واللي اتعامل مع ابو مهند المصري عاوز يحط في بطنه بطيخه صيفي، مش بطيخه، يحط بطيختين او 3 بطيخات. لو هتسيع بطنك 3 بطيخات حطها، عشان الحمد لله احنا شغالين بما يرضي الله، ومعانا ربنا اللي احسن من كل حاجه والله العظيم. ومعكم اخبار كويسه قريب جدا 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 جدا. طيب ايه بقى الاوراق المطلوبه؟ الاوراق المطلوبه من حضرتك او من حضرتك للبرتغال، لو انت جاي على البرتغال، اهم حاجه الفيش والتشبيه مترجم موثق من وزاره الخارجيه، وفي نفس الوقت برضو يكون موثق من سفاره البرتغال في مصر. دي اهم ورقه تجيبها معاك. ليه؟ لان دي اساسيه في الملف بتاعك لو انت جاي وناوي تقدم عن دراسه التكوين المهني. طيب هل انت محتاج شهاده؟ لا انت مش محتاج شهاده، انت محتاج ان انت تكون بس بتعرف انجليزي، عشان انت هتدرس اونلاين، والدراسه هتكون عن طريق الايميل، بيبعت لك لينك وبيبعت لك باسورد، فلازم تكون انت عارف انجليزي. انت مش محتاج مؤهل، انت مش محتاج حاجه، لا انت محتاج الفيش والتشبيه ورقم النيف عشان اصلا تعرف تقدم في اي معهد في البرتغال. يعني انا مش محتاج شهاده، لا مش محتاج شهاده. طب اللي معاه شهاده دي بقى حاجات اضافيه انت تجيبها. لو انا مثلا معايا مؤهل مثلا بكالوريوس تجاره او بكالوريوس علوم او اي ليسانس او اي مؤهل عالي، انا بعد كده ان شاء الله انا ممكن اقدم في شركه فمحتاج المؤهل بتاعي، فبترجمه اللغه انجليزيه وبصدق عليه من وزاره الخارجيه. بحتاج ايه تاني؟ بحتاج شهاده الميلاد ليا، تمام، وتكون برضو مترجمه، ماشي، ودي بتطلع من العباسيه مترجمه باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه، ومحدش يترجم بقى لغه برتغاليه فرنسيه. ليه؟ لان الانجليزيه بتمشي معاك في كل حاجه. يعني انت لما تترجم اللغه الانجليزيه ماشيه معاك في ال 29 دوله في الاتحاد الاوروبي معترف بيها، لان عندك 29 دوله ب 29 لغه، فمن ضمنهم اللغه الثانيه الاساسيه ايه؟ اللغه الانجليزيه، تمام؟ طيب انت دلوقتي خلاص اهم حاجه بتجيب الاوراق دي ليك انت، ممكن انت هتحتاجها، ماشي، وتجيب معاك الاصول، ماشي، ما تخافش. انا طالع اطمنكم واقول لكم يا جماعه قسما بالله، قسما بالله، ماشي، ان انت ما في ضرر عليك ان انت تشيل اوراقك. انت مش شايل اوراق حد، ولو شايل اوراق حد حتى امانه راح توديها لحد، ايه المشكله في كده يعني؟ انا بكلم بقى اصحاب العقول الراقيه اللي هي يعني لازم تفهم الكلام ده، والناس اللي مش فاهمه تحاول تفهم. فانت اهم حاجه ليك مثلا انت متجوز، ترجم قسيمه الجواز، تمام، برضو من ضمن الاوراق المطلوبه دي ليك انت، ماشي، ترجم شهاده ميلاد مراتك،
ترجم شهادات ميلاد اولادك لو انت متجوز. طب ايه تاني احتاجه؟ لو انت عندك رخصه، رخصه قياده، رخصه سواقه، بتعمل حاجه اسمها شهاده بيانات من المرور وبتوثقها، ماشي، ومش محتاج تترجمها، لان انت محتاجها بس عشان خاطر لما تيجي تترجم الرخصه بتاعتك اللي هي لازم تكون ساريه، ماشي، السفاره المصريه هتقول لك ايه وانت بتترجم الرخصه؟ احنا محتاجين نتاكد ان الرخصه دي سليمه، فمحتاجين شهاده بيانات، تمام؟ فعشان كده انت محتاج شهاده البيانات تعملها برضو وتوثقها من وزاره الخارجيه. فانت ما انتش متجوز، يمكن ربنا يكرمك وتقابل واحده بنت حلال، ماشي، وتكون بتتجوز فعلا بنيه الجواز، مش بنيه ان انت عايز تتجوز عشان خاطر تاخد اوراق. فانت بتعمل ايه؟ بتجيب معاك حاجه اسمها قيد فردي، برضو بتترجمه ان انت راجل اعزب. طب ولو لو انت مطلق، برضو بتجيب حاجه اسمها برضو قيد فردي ان انت مطلق، وتجيب معاك بقى شهاده الطلاق وتترجمها برضو. يعني لو انت مطلق بتجيب شهاده الطلاق، وبتجيب ان انت راجل دلوقتي مطلق وان انت ما فيش حد على ذمتك، وفي نفس الوقت بتعمل ايه؟ بتاخد الشهادتين دول وبتترجمهم وبتوثقهم في وزاره الخارجيه، ترجمهم انجليزي. كل الكلام اللي انا بقوله دوت لازم يكون مترجم انجليزي. وفي نفس الوقت وانت جاي لو بتفكر تيجي على البرتغال، ما تنساش ان انت اول ما تخش لازم تعمل حاجه اسمها انترادا ليجل، ان انت دخلت بشكل قانوني. الحاجه الثانيه ان انت تحتفظ بالتذاكر بتاعتك. انت جيت من مصر، جيت من فرنسا، جيت من المغرب، جيت من تونس، جيت من اي دوله في الاتحاد الاوروبي، لازم تحتفظ بالتذاكر بتاعتك. لو انت جاي مثلا واخد التاشيره مثلا من المانيا ودخلت المانيا، ختمت ختم دخول في المانيا، المفروض ان انت بتعمل ايه؟ المفروض ان انت بتحتفظ بالتذكره بتاعت المانيا، وبعدين بتحجز تذكره من المانيا على البرتغال. المفروض تحتفظ بالتذكره بتاعت من المانيا للبرتغال. بعد كده بتنزل اي فندق او اي اوتيل، او بتروح اداره الهجره في المطار اللي في لشبونه في البرتغال، بتقول لهم انا جاي ادرس ومحتاج حاجه اسمها انترادا ليجل. دي ورقه مهمه جدا برضو انت هتكون محتاجها. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا، اتمنى ان انتوا ما تقلقوش، اتمنى ان انتوا ما تسمعوش لحد يعني انا اسف في الكلمه ما بيفهمش او بيخوفكم وما سافرش قبل كده، وتقعد انت قلقان ومتوتر واول مره تيجي اوروبا وربنا كرمك بفيزا السياحه. وكمان عايز ابارك لاخونا اللي كان مقدم في الشركه في مصر وربنا كرمه بفيزا السياحه، بقول له الف مبروك وربنا يكتب لك الخير وتكون بدايه ليك ولكل واحد مجتهد. واللي خد رفض برضه بقول له معلش، قدم تاني مع اي حد، قدم تاني مع يعني ما تيأس، انا عايز اقول ما تيأس، ماشي. خدنا رفض مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، اقسم بالله العظيم كان عندنا امل في ربنا اول حاجه، وكان عندنا طموح، وقعدنا برضو نشتغل على نفسنا لحد ما ربنا كرمنا وخدنا الفيزا. كل واحد بيسعى لحاجه ربنا هيكرمه. ما تحرموناش من دعائكم، ونشوفكم في حاجه جديده. السلام عليكم. وعليكم السلام.